يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي؟ معاكم ميري أنور، جاي لكم النهاردة وصفة كل ولادنا بيحبوها ودايما بيشتروها من بره. طب ليه؟ احنا ممكن نعملها في البيت. الباتيه عملناها حلو وعادل بطريقة سهلة جدا وكمان مورق معاكي. شايفين شكله؟ ده بالجبن وكمان بالشوكولاتة. يلا مع بعض لو عايزين طريقة ندخل مع بعض الفيديو نشوف عملناه ازاي. بس استنوا لايك وشير سبسكرايب. يلا بسرعة الفيديو. ويلا مع بعض حبايبي هنعمل باتيه بطريقة سهلة وحلو جدا واقتصادي وكمان مورق معانا. طبعا كلنا عارفين ولادنا بيحبوا ياكلوا الباتيه سواء من الأفران أو كان مغلف من السوبر ماركت. بس النهارده هنعمله بيتنا بطريقة سهلة وبسيطة مفيهوش أي مواد حافظة، كل مكوناته من البيت. عبارة عن إيه؟ هيكون معايا النهارده 4 كوبايات دقيق، ومعايا كمان كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، معايا نص كوباية زيت. تمام. ومعايا هنا معلقة ونص خميرة، حاطة على ال4 كوبايات دقيق معلقة ونص خميرة. كمان معايا 4 معالق لبن بودرة، ممكن تستغني عنها بس بتدي الباتيه قيمة غذائية حلوة أوي. كمان معايا هنا معلقتين سكر، السكر بتاعنا العادي. وكمان معايا رشة ملح، ومنساش معايا المية الدافية بتاعتي. بس أول حاجة نعملها مع بعض هي الخميرة. يلا بينا نبتدي بأول خطوة. يلا بينا. يلا مع بعض أول حاجة نعملها وهو اختبار الخميرة. الخطوة دي مهمة، بس لو واثقة من خميرتك اشتغل على طول. عبارة عن إيه؟ هنجيب معلقة ونص خميرة والسكر بتاعنا، وهنزل عليها بكوباية مية دافية. أنا بقولك دافية مش سخنة، لأن كلنا عارفين إن المية السخنة بتموت الخميرة. أقلب كل المكونات مع بعضها كده لحد ما يدوب معايا السكر خالص، وأسيبها حوالي 10 دقايق علشان تختمر. يلا بقى يا قلب أختك وأنا بعمل كده الخميرة، لايك بقى وشير، ولو مش مشتركة عندي تشتركي وكومنت تشجيعي. هاسيبها كده حوالي في مكان دافي حوالي 10 دقايق، وهارجع نكمل مع بعض أحلى باتيه. وبعد ما الخميرة بتاعتي ما اختمرت هنبتدي مع بعض نعجن الباتيه. معايا 4 كوبايات دقيق ومعايا رشة ملح، وأخلطهم مع بعض. وهبدأ هنا أنزل بالزيت بتاعنا، وهبدأ أبس بقى الدقيق بالزيت لحد ما يتشرب خالص. طبعا هنا الخميرة معايا مختمرة. تمام. هنا مش هابدأ بقى أعجن بمَيّة، لأ هاعجن في الأول بالخميرة، ولو عوزت مَيّة أكمّل من برّه. لكن اوعي تعجني بمَيّة وكده تحطي الخميرة، العجينة مش هتطلع معاكِ مضبوطة. امشي على خطواتي وتاخدي أحلى باتيه. كده عجننا الدقيق بالخميرة حلو أوي متماسكة. طبعًا أنتِ عايزة تعجني بلبن ممكن تستغني عن لبن بودرة وتعجنيها وتبقى لبن دافي. لازم بقى هنا الباتيه، لازم الخطوة دي مهمة جدًا، جدًا. يالّا بقى فيكِ صحة، اعجني بقى. هاتيها على الرخامة كده العجينة ولمّيها حوالي 10 دقايق لمّا تكون معاكِ ماسة بالشكل ده. شايفين؟ حلوة جدًا وهي ناجحة وجميلة أوي، أوي. طبعًا أنا مش هاشتغل في العجينة على طول، لازم تخمر. هاحطها كده في بولة وأبدأ أغطيها بستريتش وأحطها في مكان دافي لحد ما تزيد حجمها، يعني تضعف في الخمران. طبعًا إحنا في شتا، ممكن تاخد ساعة، نُص ساعة، لمّا تلاقي البولة كده اتملت معاكِ اعرفي إن هي خمرت وتبدئي تشتغلي بيها. طب تخمر وأرجع نكمل مع بعض الباتيه بتاعنا. وهنا يا حبايبي بعد ما اختمرت ده شكلها بُصّوا حلوة جدًا وحجمها زاد، عجينة بجد ناجحة جدًا وحلوة خالص. نحط بقى رشة دقيق على الرخامة ونبدأ ننزل بالعجينة بتاعتنا. اوعي تعجني فيها تاني، لأ، هتعجني فيها هتطلّعي الهوا فيها ما يطلعش معاكِ هش وخفيف. افردي بالراحة كده. أنا هافردها خالص العجينة الكمية بتاعتي كلها، عايزة تقسميها على نصين براحتك، بس أنا حابة أفردها كلها مرة واحدة. أفردها على الرخامة بتاعتي لحد ما ياخد عجينة أو فرد حوالي نص سنتي. افردي كده بإيديكِ، بالنشابة، زي ما أنتِ عايزة، المهم تدّيني فرد مش تخين وكُلّه سمك واحد. تمام. حلوة جدًا. العجينة ناجحة معاكِ، طول ما العجينة مش بتلم معاكِ اعرفي إن العجينة ناجحة، واخدة راحتها أوي وكمان خمرانة وحلوة جدًا، جدًا. ال4 كوبايات دي أديهم كمية باتيه حلوة أوي زي ما شفتوها أول فيديو. وهنا بقى نجيب الزبدة بتاعتنا بهارات المطبخ. تمام. أعجنها كده بالشوكة لمّا تدّيني زبدة كريمي. بُصّوا حوالي كده 5 دقايق، بُصّوا شكلها بقت طرية جدًا وكريمي خالص. أبدأ أفرد بقى كل الكمية بتاعتي، كوباية الزبدة دي على العجين بتاعي كلّه، يعني هادّيه طبقة كاملة من الزبدة. ده سبب توريق الباتيه بتاعنا، وسبب نجاحه يكون مورق معاكِ وخفيف وحلو أوي. شايفين؟ طبعًا الكل بيقول لِك الباتيه بياخد توريق، لا، لا، لأ، وقت كتير ما فيش خالص، وهتشوفي معايا في الفيديو طريقته سهلة جدًا، صدقيني هتعمليه مرّة مش هتبطّلي تعمليه. حلو أوي في عشا، بالليل أنتم سهرانين جميل، أو فطار الصبح كوباية شاي جميل أوي، أوي. هنا بدأت أفرد بقى الزبدة وبتريح العجينة أشدها لبرّه. بُصّوا ناجحة إزاي، جميلة أوي، أوي، أوي.
شايفين؟ طبعًا الخطوة اللي جاية دي برضه مهمة جدًا، تابعوني كده، وهي سبب توريق الباتيه بتاعنا. بعد ما فردنا الزبدة على العجينة نبدأ نرشقها من الجناب بالشكل ده، شايفين؟ بصوا بقى نبدأ نلمها شمال ويمين في النُص، شمال ويمين في النُص، لحد ما أخلّص العجينة بتاعتي كلها بالشكل ده. طبعًا هنا مش هنعجنها تاني، هي كده خلاص خلصت، هادخّلها التلاجة لمدة ساعة قبل ما أشتغل فيها، تمام؟ تابعوا خطواتي تاكلوا أحلى باتيه، يالّا بينا. وبعد ما ريّحت العجينة بتاعتي في التلاجة لمدة ساعة، هابدأ أفردها بس بالراحة بقى، هنا قسمتها نُصّين، عشان هي كانت كمية كبيرة معايا، هاطلّع بقى منها الباتيه بتاعي. أفرد بقى كده بالنشّاف بس بالراحة، هنا الزبدة عملت توريقة حلوة جدًا بالخطوة اللي قبل دي. بصوا العجينة مرتاحة وماسكة نفسها وجميلة جدًا، جدًا. نبدأ نفرد بقى الباتيه أو العجين بتاعنا حوالي نُص سنتي، مش أكتر من كده. افردي وضبّطي الدنيا، لإنِّك لمّا تفرديها فرد كويس وتكون معاكِ العجينة مرتاحة وحلوة، تدّيكِ كمية حلوة أوي زي ما شُفتيها أول فيديو. شايفين كده أنا خلّصتها كده، عايزة بس أوريكم سمكها، بُصّوا سمكها عامل إزاي من الجنب، خفيفة وحلوة أوي. نبدأ بقى نقطّعها مع بعض، هاخدها كده بالأول بالطول وأبدأ أشُقّها وأقطّعها من الجناب، تمام؟ بُصّوا بقى شكلها حلو أوي، أوي. نبدأ نحشيها، أنا عندي جبنة ريكفورد، أنتِ عندِك جبنة بيضا، اسطنبولي، شوكولاتة، أي حاجة مربى، اللي أنتِ عايزاه الحشوة دي حسب الرغبة، تمام كده؟ هابدأ أحُط وألِف وأحُطّه في صينية في ورقة زبدة مدهونة كده وأبدأ أرُص الباتيه، خُدي بالِك هيتخمّر للمرّة التانية. بس هي لازم تقفّليها، حُطّي مثلًا الحشوة بتاعتِك كده، أنا حاطة جبنة رومي كده، وتبدئي تقفّليها من الجناب، والقفلة الأخيرة دي عشان ما تفتحش معاكِ لمّا تخمر، تمام؟ بأمانة طريقته سهلة وهتعملوه مرّة مش هتبطّلوا تعملوه. طب هاخلّص بقى كل الكمية بتاعتي وأرجع أوريها لكم. وبعد ما خلّصت الكمية بتاعتي وخمرت لازم تخمر الأول، أبدأ أعدّل الوش بتاعها عبارة عن إيه، معلقة اللبن ورشة نسكافيه، وأبدأ بقى أدهن الوش بتاع الباتيه بتاعنا بعد ما خمر، مش قبل ما يخمر. طبعًا مولعة الفرن على درجة حرارة 200 وهيخش على فرن وسط، مش هياخد معاكِ حوالي 25 دقيقة، تمام. بادهن وشه كده وأبدأ أرُش على الوش بقى حبة البركة، سمسم، اللي أنتِ عايزاه. أنا النهارده عاملة الباتيه بتاعنا حلو وحادق، هيعجبِك جدًا، جدًا. شايفين شكله لسه كده ما دخلش الفرن، هو كده خمران مجرد بس ما أدهن الوش أدخله الفرن وهارجع لما يخلص هارجع أوريه لكم شكله عامل ازاي. وبكده يا حبايبي خد معايا 25 دقيقة فلفل وسطاني، بصوا اللون جميل ازاي، واخد لون من فوق من تحت، ده الفرن بس، أنا مولعتوش شواية، خفيف وحلو، ريحته جامدة جدا. طبعا النهارده عملناه حلو وحادق مع بعض، بس يهدى معايا كده وهبدأ أقدمه لكم. وبعد ما يهدي معايا كده يبرد شوية، بصوا بقى التوريقة، بصوا بقى الجمال، حلوة أوي بصوا، خفيف ومورق من جوه جامد. ده كده جبنة ريكفورد، شوفي دي فيها إيه، دي الشوكولاتة، شايفين عملت قطع الشوكولاتة جميل جدًا، أو بالنوتيلا حلوة أوي، أوي. وكمان معايا كمان زيتون وجبنة بيضا. الحشوة ترجع لِك أنتِ، أنتِ ممكن كمان تحشيه جبنة قديمة وممكن تخليه سادة. إيه رأيكم في الجمال ده بقى؟ أنا واثقة إن هيعجب حبايبي الصغيرين خصوصًا اللي بالشوكولاتة. يالّا اعمليه لولادِك، ينفعهم فطار، ينفعهم في الlunch box، حلوة أوي، ينفع نقنقة كده بالليل مع كوباية شاي. ألف هنا، أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، باشكركم جدًا، مع تحياتي ميري أنور، وباقول لكم باي باي.